ونزلت بقرص الطعمية كلها، وبعدها عليت النار تاني علشان الطعمية تاخد نفس السوا، بستعمل طاسة صغيرة لأن الطعمية بتحتاج إن الزيت يغطيها علشان ما تفكش. بصوا مفيش أي حاجة نزلت في الزيت من الطعمية. قلبتها لحد ما أخدت لون ذهبي. بلاش تبالغوا في تقليب الطعمية علشان ما تفكش منكم. مش هنقلبها غير لما نتأكد إن هي بدأت تاخد لون. قلبت الطعمية وأخدت لون ذهبي مقرمش. خرجت الطعمية كلها في طبق. ريحتها قلبت البيت، وكلهم في البيت حرفيا هيتجننوا عليها. بصوا دي الطعمية اللي شكلها شكل الطعمية السوري، مستوية كويس ولسه لونها أخضر فاتح. قلبها استوى لكن لسه محتفظة بلونها الأخضر. طعمها في منتهى الجمال، مقرمشة ومستوية، والبهارات فيها مخلية طعمها تحفة. طعمها كمان مع سلطة الطحينة تجنن. هنعمل الخيار المخلل بتاع المحلات المقرمش السريع. في كوباية حطيت معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة سكر، معلقتين صغيرين من الخل، ونص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وضفت عليهم مية مغلية. قلبتهم كويس وضفتهم للخيار المتقطع رفيع. بقطع الخيار مش سميك ومش رفيع قوي. احتجت كوباية تانية من المية المغلية، ضفت عليها الملح والسكر والخل، ضفتها على الخيار بس مش بضيف توم تاني. ضفت كمان معلقة صغيرة من الشطة، وغطيت العلبة كويس. بعد شوية كان المخلل استوى. عملت سلطة الطحينة. حطيت معلقتين كبار من الطحينة، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الزيت، ومعلقة صغيرة من الخل. بدأت أضيف المية المغلية. هو ده المكون اللي بيضاعف لي كمية الطحينة، وهتخلي قوامها ناعم وطعمها تحفة. كل مرة بضيف المية المغلية شوية